الداخلية دائما في المناسبات وفي الأعياد بيبقى في زيارة للمصابين سواء من القوات المسلحة أو من الشرطة. في وزير الدفاع صدقي صبحي بيزور المصابين بمناسبة عيد الفطر، وأبناء القوات المسلحة بيضربون المثل في التضحية وإنكار الذات. طبعا قام الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بيرافقوا عدد من قادة القوات المسلحة بزيارة المصابين من ضباط وصف وجنود القوات المسلحة الذين يخضعون حاليا لتلقي العلاج بمستشفيات القوات المسلحة. هذا التقليد الأكثر من رائع حقيقة بيعمل كتير، بيعمل شحن كتير عند جنودنا. يعني هي حضرتك مش المره الاولى اللي بيقوم فيها الفريق صدقي صبحي بالتكريم. انت حضرتك لو بتتابع وحضرتك متابعه جيده للمسائل دي، بس انت بتقولي باعتبار ان الشيء بشيء يذكر، لكن هو كل اسبوعين بتلقي الفريق صدقي صبحي في مكان بيكرم بيزور المصابين، بيكرم من اسر الشهداء. الزياره يعني دي ممكن تعمل ايه؟ بتاثر في المصابين وبتاثر فينا احنا كمان. حضرتك بتعمل حراك مجتمعي تجاه المؤسسه العسكريه يعني هو استقطب الشعب كله. يعني ما عادش حد في الشعب بيتكلم ضد المؤسسه العسكريه اطلاقا. هو لم يكن ولن يكن بعد، لكن هو طول عمرنا نعم. يعني الشعب المصري عاشق للمؤسسه العسكريه، لان الجيش المصري ده عمود فقري في الدوله المصريه حاميه من بدايتها حتى الان. يعني احنا شعب قوام وجيش، وجيش قوام وشعب. لكن اللي بيتكلم حضرتك عارف انهم مجموعه معينه هم اللي بيحاولوا، لان ضرب الجيش يعني قال لها مصر. نعم. اذا هم مجموعه معينه، مش كل المصريين، فئه قليله ضاله شرذمه من المصريين. هو اصل حضرتك يمكن كنا قلنا قبل كده ان الجيش هو صانع الشعب المصري، لان في بدايه الامر كان الحراس موجودين في مصر، ما كانش لسه شعب، فجابوا شعب عشان يقعد معاهم عشان يبداوا يزرعوا شاطئ النيل والكلام زي كده. فالجيش في مصر قبل ان يوجد الشعب. لكن احنا ما عندناش، ما بقاش عندنا حد. الناس اللي حضرتك بتتكلمي عليهم لم يعد احد منهم. الجميع ينحني امام عظمه القوات. لا ما زال موجودين وهم اللي عاملين لنا مشاكل على الفيسبوك يا محمد. يعني عايزين نقول ان الناس دي هم اللي عاملين المشاكل دي. الفيسبوك عامل مشاكل، مين اللي عاملها المشاكل؟ ما عادش بيظهر حضرتك، وما عادش بيظهر دلوقتي. كان الاول بيظهر قدامك في الشارع وبيتكلم. لا هو حاليا دلوقتي بيختفي بقى زي ما حضرتك. هو ما عندوش ولو ان في برضه بعض منهم صدقني عندهم مازال بيقفوا في الشارع وبيتكلموا، لان في حريه والناس بتتكلم. انما حته جزئيه ان الفيس هم شغالين تمام، يعني كتائب الكترونيه. يعني حضرتك احنا ما قلناش ان مش في حريه في النظام. هو حضرتك هو النهارده بيقاوم الشعب مش بيقاوم النظام. يعني هو لما النهارده بيجي يقف عشان يتكلم في امور لا يعني تتعلق بما يحدث خلال بالامن القومي، بتلاقي الجمهور هو اللي بيتعرض له. فهو النهارده عاد بيختفي من الجمهور مش من السلطه، وبيروح يشتغل في حاجات الفيسبوك. لكن احنا بنسمن وجود الفريق صدقي صبحي بشكل متواصل مع مصابي القوات المسلحه ومع اسر الشهداء بشكل دوري. ويعني حضرتك احنا نعلم جيدا ان هو بيتصل بتليفونات بشكل جيد جدا بالعديد منهم. يعني بيبقى زارهم بياخد تليفوناتهم، فبيبدا المكتب عنده يطمن عليهم عاملين ايه، والده عامل، والد الشهيد عامل ايه، بشكل متواصل. نفس النظام بدا يعمله وزير الداخليه، باعتبار ان القوات المسلحه هي الاساس في الامر. يعني فاحنا بنعمل تعظيم سلام للقوات المسلحه، وندعو الله سبحانه وتعالى ان يحفظ جيش مصر. ونقول للناس اللي الناس اللي الجهله اللي بيدعوا للجيش اللهم انصر المجاهدين في سوريا يا حضرات، لطالما الجيش السوري قائم فلم يبدا في محاوله محاربه الجيش المصري. فنحن ندعم الجيش السوري دعما كاملا حتى يستمر وتطهر سوريا من المجاهدين اللي هم بيقولوا على انفسهم مجاهدين، اللي جاي من المانيا واللي جاي من انجلترا واللي جاي من فرنسا عشان يحرر ارض سوريا. طب انت مالك ومال سوريا؟ صحيح. لكن احنا بنقول تحيه لقواتنا المسلحه. نعم. وتحيه لشرطتنا المصريه. نعم. من الاخبار برضو